السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على مكنة الخياطة، عشان في ناس كلمتني عليها إيه الأفضل في المكنة الخياطة. مكنة الخياطة بالنسبة للمنجد أهم حاجة عنده الغرزة تكون 12 أو عيار 12. طبعا بيبقى الكروشيه بتاعها كبير. يعني إيه كبير؟ يعني بتاخد الخيط فتلة أو فتلة 12 أو فتلة 9 أو فتلة 18 كده يعني. ده معنى الكروشيه الكبير. اما بالنسبه للعيار زي ما انتم شايفين كده، ده عيار 12 اهو. دي اهم حاجه في المكنه. في مكنه تانية بيبقى سحب مزدوج، طبعا بيبقى فيه هنا بعض الميكانيكا بتاعتها بارزه بره، عشان خاطر في دواس تاني غير الدواس الاساسي. يعني ده دواس اهو، عمود اهو، في عمود تاني متحرك بيبقى وراه، بيبقى حاضن الدواس ده. طبعا الدواس ده بيبقى اصغر من كده في المكنة التانية، بيبقى حاضن. ده بيبقى دواسين. ايه لازمته؟ ده بيبقى السحب المزدوج، بيبقى فوق هنا دواس وتحت بتبقى السنون عالية، فالسنون ديت بتبقى فيها سحب، والسحب اللي فوق اللي هو الدواس الزيادة ده بيبقوا الاتنين مع بعض، بيبقى اسمه سحب مزدوج. هو ده سحب مزدوج. هي فايدتها اللي لو واحد ما بيعرفش يخيط هتخليه يخيط كويس، بمعنى خيطت القماشتين دولت في بعض مثلا، لو خيطتهم في بعض في المكنة ديت، لو انا مش صاحي هبص الاقي القماشة ديت سبقت دي، يعني بمعنى اصح القماشة كلت مني من تحت، يعني خدت ايه الزيادة كده عشان السنون بتسحب ماشي، وفوق مفيش حاجة بتسحب، اللي هي اللي قلنا في التانية السحب المزدوج. فهنلاقي قماشة جاية كده ونيجي في آخر القماشة نلاقيها كده، فنقوله ده احنا قاصين غلط. لا، انتوا قاصين صح، بيبقى بالسوا، لكن اسمها المكنة كلت مني لأن أنا مش صح ماشي. ففايدة بقى السحب المزدوج اللي هي بتسحب من تحت زي ما بتسحب من فوق. الدواسي اللي فوق بيسحب والسنون دي بتسحب. فاما اجي اخيط، لو واحد ما بيعرفش يخيط وخيط على طول، هيفضل برضو القماش زي ما هو، الاتنين مع بعض. تاني حاجة النص كمبيوتر. نص كمبيوتر الفيلم ده كله ملوش اي لازمة، تبص تلاقي في الامضة والقص الفتلة وكل ده احنا ما بنحتاجوهوش ماشي، لان انا بشتغل في اشكال، انا ما بشتغلش في حاجه معينه. يعني ما بشتغلش في ممسك قميص وبشتغل، بيبقى في حدود ليا وبقف فيها ارميها واجيب حاجه تانية، بيبقى ليا حدود فيها وارميها، هي نفس القطعه. دي اسمها انطلاق ماشي. فبشتغل فببقى محدد على المكنه بتاعتي هبدأ امتى واخلص امتى وتقص امتى ورفع الدواس والكلام دوت. طبعا في التنجيد مفيش الكلام ده. ليه؟ لان انا بخيط قماشه وباجي في شلته تانية بتبقى غير الشلته التانية، انا عايز اقف في اي وقت، ما انا دي كده لازمتني اللي انا اعمل الكلام ده. فاصبح الاقي كل القايمه اللي محطوطه على نص كمبيوتر او الكمبيوتر ملهاش اي لازمه. ايه هي اللازمه؟ اللي هي شغلنا بيبقى مش عايز اقول بمزاجنا، لا ده بمزاج الشغل. بيبقى قدامنا شيلات متنوعه، كوشنات متنوعه، في دورانات، في حاجات، فما ينفعش ان انا اشغل حاجات منها. يعني في حاجات مثلا دورانات، انا لو انا مشغل مثلا فرماتونه، اجي بقى كل ما اجي اقف ابص الاقي الفرماتونه تيجي جايه عامله اوتوماتيك. طب انا مش عايز فرماتونه، فهضطر ان انا الغي في على النص كمبيوتر او الكمبيوتر الفرماتونه. الفرماتونه اللي ما يعرفش يعني اللي هي زي امضه خياطه. القص فتله، انا لما اجي اقف بتقص الفتله. طب انا دلوقتي واحنا شغالين مثلا في حاجات دورانات او حاجات مثلا عايز اعملها، اجي اقف تجي اقص لي فتله. طب انا مش عايز هتقص الفتله، فهضطر ان انا الغي قص الفتله. فاصبح كل النص كمبيوتر او الكمبيوتر ما بقاش ليها لازمه. دي ليها لازمه لمين؟ للناس اللي مثلا بيعملوا تيشيرتات، قمصان زي ديت، يعني حاجات محدده، فبيبقى ليها فرمه معينه فبيشتغلوا عليها، فبيبقى بالنسبه لهم ديت 100 100. مش ديت، لا النص كمبيوتر او الكمبيوتر. اما المنجد كل دوت مش هيعنيه، لان لو جابه فهيضطر يوقف كل ده، ولو اشتغل هيبقى بالنسبه له السحب المزدوج اللي هي الفايده الوحيده اللي هتتعمل، اللي هي
هتسحب معاه بدل ما هتكشكش منه من تحت او تاكل منه زي ما بنقوله في الصنعة بتاعتنا القماش. لا، هتطلعه له بسوا واحد وخلاص على كده. دي فايدتها. يبقى انا اشتريت برقم وما عملتليش حاجة منظر وخلاص. هي الحاجة الوحيدة اللي عملتها لي هي اللي هتتبع القماش معايا مع بعضه وبس. يعني تسحب ده زي دوت، مفيش حاجة تاكل مني من تحت. وفي نفس الوقت فيها الغرزة 12 هتديني زيها زي السحب المزدوج. السحب المزدوج فيها غرزة 12، ديت فيها غرزة 12. ماشي، ما دي في منها نص كمبيوتر نفس النوع. فدي اول ما نزلت انا جبتها، اللي هي يونيك. دي اول ما نزلت انا جبتها. ليه؟ كانت اول مكنة بتنزل بالمواصفات ديت بغرزة 12. مفيش مكنة تانية نزلت بغرزة 12 كروشيه كبير عادية. يعني دي انا بشتغل بيها على جلد وعلى قماش. جلد تشتغل معايا زي الباشا، والقماش اشتغل معايا قماش عادي اللي هو السنجل عادي، قماش عادي، ستاير، اي حاجة تشتغل معاك 100 100. يعني تشتغل كده وتشتغل كده. دي حاجة التانية في السنون بتاعتها ممكن اغيرها لو هي بنقوله وش خشن ووش ناعم والكلام دوت. دي اللي هي تعتبر السنون. في سن بيبقى صغير، دي اللي هي الحاجات الرفايع والكلام دوت، زي قماش مثلا ستارة، حاجات حرير رفيعة، الحاجات اللي هي دي. بعض أقمشة بتبقى رفيعة نشتغلوا فيها في حاجات تانية يعني. اما انا الحاجات اللي هي بنحتاجوا فيها الوش بيبقى خشن، اللي هي السنون عالية، زي القماش بتاعنا ده بيبقى تخين، او الجلد. ماشي، لو انا بعمل طقم جلد بتاع مكتب او بعمل ليزي بوي، فالحاجة ديت هتنفعني فيها. طبعا كده انا هوريلكم حاجة كده. ديت هنخيط بيها الخياطة العادية. ماشي، طبعا ديت فيها موتور، فيها موتور سيرفو، يعني بدون صوت. يعني يعتبر زيه زي اكنه كمبيوتر، ان بتاعت الكمبيوتر يعتبر نفس النظام. ماشي، فيها اللي انا ممكن اهدي السرعة من الموتور ذات نفسه من تحت، وفيها اللي انا ممكن اعليه. طبعا الغرزة اللي هي بتاعت اللي على الوش طبعا لازم نغير الخيط عشان يبان معايا الخيط، لان هو دوت اللي بيبقى عاطي شكل في الشغل بتاعي، تخانة الخيط. كده احنا خلاص لضمنا الفتلة بتاعتنا، ووطيت هديت المكنة، قللتها خليتها على 1500 لان هي اعلى من كده بياما. ماشي، دي الفتلة دي كام؟ دي 6. دي عيار كام؟ عيار 6. ماشي، كده انا هزود كام؟ هخليها 10. ماشي، فكده في فرق ما بين هنا وما بين هنا. ديت 10، خليها بقى على اعلى حاجة 12. شايفين؟ قللت كمان على 1000. كل ما بقلل، عشان اللي مش فاهم الحاجة دي، كل ما بتقلل السرعة هي اللي بتطلع لك الغرزة مظبوطة. لان انا لو عليت السرعة وهاجي امشي هتجري، الغرزة هتنزل تحت، هتنزل وهتضيق.
ماشي، فمش هتبان على الوش. اللي مش فاهم في حتة الخياطة بتاعة المكنة، ماشي. انا كده ماشي واحدة واحدة، فالغرزة تبان معايا زي ما انتوا شايفين كده. ادي غرزة باينة معايا. ممكن عايز اعليها، افتح العيار سنة. زي ما انتوا شايفين كده، بس الغرزة عاملة ازاي، زي غرزة الجنس بالظبط، ماشي. طبعا كله بقى يختلف على حسب الخيط. كل ما تلون في الخيط يبان في الشغل بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده، دي الغرزة ال 12. طبعا مع بعض قماش وبعض حاجات بتبقى فيه قماش، ده عشان ده قطن، في منه حرير وكريستال والكلام دوت، فهيظبط معانا يدي شكل اكتر، ماشي، على حسب الخيط اللي هنشتغله بيه. وده كان الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.